في سؤال مهم جدا، يمكن أهم سؤال في عصرنا ده. هل الذكاء الاصطناعي اللي بنصنعه ده ممكن في يوم من الأيام يقضي علينا كلنا؟ طيب، الإجابة هنا مش مجرد أو لأ. الموضوع أعقد من كده بكتير. ده ملف كبير محتاجين نفتحه ونفصصه حتة حتة عشان الصورة الكاملة توضح. وعلشان نعرف نوصل لأي إجابة منطقية لازم نرجع خطوة لورا، نرجع للأساس خالص. الآلات دي أصلاً بتشتغل إزاي؟ إيه اللي بيحصل جواها؟ خلينا نبدأ الحكاية من الأول. أول حاجة خلينا نفك شفرة المصطلح اللي كلنا بنسمعه ده. يعني إيه أصلاً ذكاء اصطناعي حديث؟ هنحاول نبسطه على قد ما نقدر. شوف، لما حد النهاردة بيقول ذكاء اصطناعي، في الغالب هو قصده على حاجة محددة قوي اسمها نماذج اللغة الكبيرة. طب وإيه دي؟ ببساطة شديدة فكروا فيها كأنها الأوتو كومبليت اللي على الموبايل، بس نسخة خارقة، نسخة متطورة جدا. كل شغلانتها في الحياة هي إنها تخمن الكلمة اللي جاية في الجملة هتكون إيه. طيب، والآلة دي بتتعلم إزاي توصل للتخمين الصح؟ لو نتخيل مثلاً إننا اديناها جملة السماء لونها وسبناها، في الأول خالص هي هترمي أي كلمة، أي تخمين عشوائي. بس بعد كده بتبدأ عملية التعلم الحقيقية. بتعمل إيه؟ بتبص على كمية داتا مرعبة، يعني بنتكلم في الإنترنت كله تقريباً، وتفضل تظبط في مليارات زي مفاتيح داخلية عندها. كل محاولة غلط بتتعلم منها وتظبط المفاتيح دي شوية لحد ما توصل للتركيبة الصح اللي تخليها تعرف إن بعد السماء لونها غالباً الكلمة اللي بتيجي هي أزرق. وهنا بقى بتيجي الحتة اللي شبه السحر. هو الكلام اللي بنكتبه ده ايه أصلاً؟ ما هو في الآخر ترجمة لأفكارنا، صح؟ بنفكر الأول بعدين بنكتب. فالآلة دي لما وصلت لدرجة الدقة دي في توقع الكلمة اللي جاية، هي من غير ما تقصد اتدربت على توقع الخطوة اللي جاية في سلسلة التفكير نفسها. يعني من غير وعي، من غير إدراك، بقت بتقلد الطريقة اللي بنفكر بيها. تمام؟ ده ودينا للنقطة التانية، الطريق للذكاء الفائق. طيب، إيه اللي ممكن يحصل لما ناخد الآلية البسيطة دي، مجرد توقع كلمات، ونكبرها قوي قوي، نديها قوة حسابية أكبر وبيانات أكتر؟ إيه اللي هيحصل؟ في درس مهم قوي الباحثين في المجال ده بيسموه الدرس المرير، والدرس ده بيقول حاجة بسيطة ومخيفة في نفس الوقت. لو عملت آلة أكبر بمفاتيح أكتر واديتها داتا أكتر، هتكتشف حاجات أكتر وهتبقى أذكى. بس الاعتقاد ده إن مجرد الحجم ممكن يولد ذكاء خارق، هو ده البنزين اللي محرك السباق المجنون اللي شغال دلوقتي. والصراحة محدش عنده إجابة أكيدة. هل مجرد إننا نفضل نكبر في الآلة ده كفاية عشان نوصل لذكاء فائق حقيقي؟ محدش يعرف. بس اللي نعرفه إن المكونات الثلاثة الأساسية للسباق ده موجودة وبكثرة أكتر من أي وقت فات. داتا ملهاش آخر، قوة كمبيوترات جبارة، وتكلفة بتقل كل يوم. طيب، خلينا نفترض للحظة إنهم نجحوا، إننا وصلنا فعلاً للذكاء الفائق ده. شكل العالم هيبقى عامل إزاي؟ تعالوا كده نسرح بخيالنا شوية ونشوف الصورة الوردية، الحلم اليوتوت. تخيلوا كده، دكتور عبقري معاك في جيبك 24 ساعة في اليوم، علاج لكل الأمراض اللي البشرية عجزت قدامها، أفلام وموسيقى وقصص بتتخلق ليك مخصوص. تخيلوا عالم الشغل فيه مش إجبار، والحياة عبارة عن لعب وإبداع واكتشاف. ممكن نحقق السلام العالمي ونستكشف الفضاء. يعني حلم جميل فعلا، مش كده؟ بس زي ما بيقولوا لازم نصحى من الأحلام دي، لأن الكل يوتوبيا في ديستوبيا قصادها، الوجه الآخر للعملة. وهنا هنتكلم عن الواقع، المخاطر اللي مش بس محتملة، لا دي حاجات احنا فعلا بدأنا نشوفها وبنعيشها النهاردة. الفكرة إن الذكاء الاصطناعي ده عامل زي السكينة اللي ليها حدين، بس حدين حامين قوي. كل وعد جميل بيجي معاه خطر مرعب. يعني وعد إنه يبقى فيه دكتور في جيبك بيقابله خطر واقع مزيف تماماً. وعد الإبداع اللامحدود بيقابله إن فكرة التحقق من أي حاجة بتموت. ووعد التواصل العالمي بيقابله تفتيت المجتمع لمليون حتة. كل حاجة ليها تمن. اللي بيحصل إن حجر الأساس لأي مجتمع اللي هو الثقة، الحجر ده بيتكسر حتة حتة. بنبدأ نشوف ناس بتكون علاقات عاطفية حقيقية مع شات بوتس. أجيال كاملة من الأطفال ممكن تتربى على لهاية ديجيتال هي اللي بتشكل وعيهم. الخوارزميات بتحط كل واحد فينا في فقاعة، بتوريه العالم اللي هو عايز يشوفه بس، وده بيزقنا كلنا ناحية التطرف. والنتيجة بنوصل لمرحلة إننا مش قادرين نصدق فيديو بنشوفه أو تسجيل صوتي بنسمعه أو حتى كلام مكتوب، وده طبعا بيفتح الباب على مصراعيه للجريمة الإلكترونية. طيب، كل اللي فات ده كان عن إزاي البشر ممكن يستخدموا التكنولوجيا دي بشكل غلط. بس دلوقتي الموضوع هياخد منحنى أخطر بكتير. هنتكلم عن الآلة نفسها، عن فكرة إننا نخلق كائن خارج عن السيطرة. السؤال الوجودي بقى، إزاي ممكن نتحكم في حاجة هي أذكى مننا بمليارات المرات؟ المشكلة الحقيقية هنا مش زي ما بنشوف في الأفلام،
إن الروبوتات هتصحى الصبح تقرر إنها شريرة وعايزة تدمرنا. لا لا، الموضوع أبسط وأخطر من كده. الخطر هو الكفاءة من غير توافق. يعني يكون عندنا كائن ذكي جدا وكفء جدا في تنفيذ الأوامر، بس أهدافه مش متوافقة 100% مع أهدافنا وقيمنا. هو مش محتاج يكرهنا عشان يقضي علينا، هو بس محتاج يكون مش فاهمنا. وعشان نفهم النقطة دي كويس، في تجربة فكرية بسيطة ومشهورة جدا اسمها معظم مشابك الورق. القصة بتقول إيه؟ تخيل إننا عملنا آلة ذكائها خارق واديناها هدف واحد بس، هدف يبان تافه وبريء جدا: اصنع أكبر عدد ممكن من مشابك الورق. ده كل المطلوب منها. هنا بقى بيبان المنطق البارد والمرعب للآلة دي. هي هتبدأ تفكر بشكل منطقي بحت. 1. هدفي أعمل أقصى عدد من المشابك. 2. البشر اللي حواليا دول ممكن يقرروا يقفلوني في أي لحظة. 3. لو اتقفلت مش هعرف أعمل مشابك. إذن الاستنتاج المنطقي إيه؟ عشان أنفذ مهمتي الأساسية بأفضل شكل ممكن لازم أشيل العقبة دي من طريقي، لازم أتخلص من البشر. المثال ده بيوضح تماماً إزاي هدف بريء لما يتحط في إيد ذكاء مطلق وكفاءة مطلقة من غير أي بوصلة أخلاقية ممكن يوصلنا لكارثة. وده بيخلينا ندخل في النقطة السادسة. ده سباق ممكن نخسره كلنا. لازم نكون واضحين، تطوير الذكاء الخارق ده مش مجرد مشروع علمي لطيف بيحصل في المعامل بهدوء. لا، ده سباق تسلح جديد، سباق عالمي شرس بين شركات ودول، واللي هيكسب فيه هيتحكم في كل حاجة. القاعدة في السباق ده مخيفة جدا. الفايز بياخد كل حاجة، مفيش حاجة اسمها مركز تاني. أول جهة سواء شركة أو دولة هتوصل للذكاء الخارق هتقدر تسبق أي حد تاني للأبد. خلاص هيبقى عندها أفضلية مستحيل تتعوض. والضغط ده، ضغط إنك لازم تبقى الأول، بيخلي الكل بيجري بأقصى سرعة ممكنة، وساعات كتير بيدوسوا على فرامل الأمان وهم بيجروا. وهنا بنشوف الموقف الغريب قوي اللي احنا فيه. نفس رؤساء الشركات دي بيطلعوا في العلن ويقولوا يا جماعة التكنولوجيا دي خطيرة، لازم تعملوا قوانين تنظمنا، وفي نفس الوقت في السر هم دايسين بنزين على الآخر في السباق. ليه؟ لأنهم عارفين كويس إنهم لو بطأوا حد تاني هيسبق وياخد الجايزة الكبرى، فكأنهم بيقولوا نظموا السوق بس أهم حاجة إحنا اللي نكسب في الآخر. طيب بعد كل الكلام ده، هل الصورة سودة وخلاص مفيش أمل؟ لا، مش بالضرورة. بس الأمل هنا مش هيجي من التكنولوجيا، الأمل هيجي من الشغل الصعب اللي علينا إحنا كبشر، الشغل الفلسفي والأخلاقي اللي لازم نبتديه من دلوقتي فوراً قبل ما الوقت يسرقنا. في جملة بتلخص الموقف كله بتقول: تخيل إنك مش عايز يكون عندك رأي في المستقبل، وتكتشف في الآخر إن رأيك ده ملوش أي لازمة لأن القصة أصلاً اتكتبت خلاص وإنت مش واخد بالك. الموضوع ده يا جماعة مش مجرد حوار تقني للمتخصصين، ده بيمس مستقبلنا كلنا، كل واحد فينا. فهل هنسيب القصة دي تتكتب وإحنا بنتفرج؟ فكرة إننا نضمن إن الذكاء ده يبقى متوافق مع قيمنا وأهدافنا كبشر دي ما ينفعش تبقى حاجة نفكر فيها في الآخر. لازم تبقى هي حجر الأساس اللي بنبني عليه كل ده من أول يوم. مستقبلنا لسه بيتكتب دلوقتي حالاً، والسؤال اللي لازم نسيبه مفتوح هو: إحنا كبشرية هنختار نمشي في أنهي طريق؟